السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جاكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب لي ولكم امه محمد ان شاء الله، ويرزقنا ويرزقكم جميعا الخير اللهم امين. ربنا يبارك للجميع. انا لما نزلت معاكم الفيديو بتاع البطه الخليط قلت يا رب يرزقهم يكونوا من نصيب واحده بنت حلال، وفعلا والله العظيم ربنا رزقني بواحده بنت حلال، هيبقوا من نصيبها ان شاء الله، هيتشحنوا ليها بكره. ربنا يبارك لها فيهم يا رب ويرزقها منهم الخير. انا زي ما قلت لحضراتكم ان انا كنت رافضه ابيع البط الخليط اللي موجود عندي، 3 بطيات اللهم بارك، حجمهم حلو جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. حجمهم 10 على 10، بسم الله ما شاء الله، حجمهم جميل جدا جدا. البطايه من دي عمر 10 ايام. انا اديتهم لها ببعضهم كده عشان هي ست محترمه وبنت حلال، ربنا يبارك لها يا رب. انا اديتهم لها ببعضهم كده، اللي عمر يومين زي اللي عمر 10 ايام اديتهم لها ببعض، فربنا يبارك. يعني انا بعت ديت بسعر اللي عمر يومين، لانها شخصيه محترمه جدا جدا، مزوقه جدا في الكلام، اسلوبها حلو، مش زي الناس التانية كتير بتتكلم بطريقه مستفزه او طريقه وحشه. ربنا يبارك لها فيهم يا رب ويوصلوا لها بامان وسلام ان شاء الله. ربنا يبارك للجميع. الست محترمه جدا جدا. مجرد ما نزلت العرض بتاعي لقيتها بعتالي عايزه الرقم بتاعي، فتواصلت معاها واديت لها الرقم، فقالت لي انا محتاجه البط ده عشان اربيه، فربنا يبارك لها فيهم يا رب ان شاء الله. دول لسه عمر يعتبر بكره ان شاء الله عمر 3 ايام. البط ده ان شاء الله بكره هيبقى عمر 3 ايام، فربنا يبارك لها فيهم يا رب ووصلوا بامان وسلام ليها يا رب. البطايه بسم الله ما شاء الله حلوه جدا جدا اللهم بارك. ده بط خليط مسكوفي على بلدي، بسم الله ما شاء الله. شايفين البطه تعرفيها ان كانت حلوه او وحشه من المنقار بتاعها. المنقار بتاعها لو صغير تعرفي ان البطايه اللي معاكي وحشه، المنقار بتاعها طويل تعرفي ان البطايه ديت بطايه حلوه جدا جدا. ديت نتايه اهي حبايب قلبي، ده هي نتايه وده دكر اهي. شايفين دي دكر معانا اهوت ودي نتايه. ربنا يبارك يا رب للجميع ان شاء الله، ويرزقني ويرزقكم جميعا الخير اللهم امين. ربنا يبارك للجميع. دول دلوقتي حالا هنعمل لهم رافع مناعه عشان ان شاء الله هيمشوا من عندنا بكره، فيبقى الدنيا ظابطه ليهم. فالمكان هيفضى بقى على الفراخ البراهمه والفرخ الفيتنامي، وهنجيب الفراخ اللي هي البزراميط الكبيره اللي موجوده معانا اللي طالعه في الاول خالص، هنجيبها نحطها وياهم عشان نظبط الدنيا على قد الكتاكيت الصغيره اللي هتفضل. هي بتاخد مننا ان شاء الله بط خليط، وبتاخد فراخ بزراميط، وبتاخد فراخ هندي، فربنا يبارك لها فيهم يا رب ان شاء الله ويملهم لها بركه اللهم امين يا رب اللهم امين. انا صراحه زي ما قلت لكم ان انا كنت رافضه ابيع الفراخ البزراميط، بس والله العظيم لقيتها انسانه مزوقه جدا جدا، احرجتني بذوقها، فعلا احرجتني بذوقها، فربنا يبارك لها فيهم يا رب ان شاء الله ويرزقها الخير اللهم امين. هنبدا بقى نغير الميه بتاعتنا ديت ونحط لهم فيتامين سي ورافع مناعه اللي هو الليمون يا حبايب قلبي. مفيش اكتر من اننا هنحط ليمون. نجيب الليمون بتاعنا، الليمون يا حبايبي بسم الله ما شاء الله. هنغسل السقايه بتاعتنا ونظبطها ونحط لهم ليمون في الميه عشان يبقى رافع مناعه. زي ما هنحط لدول هنحط للسمان والفراخ البزراميط بتاعتنا عشان كل حاجه تطلع بامان ان شاء الله. فربنا يبارك يا رب ويحسن سوقنا جميعا مع الناس ويحسن لساننا مع الناس، عشان محبه الناس كنوز، كنز كبير جدا جدا محبه الناس، والسيره الحلوه يبقى ماشيه بين الناس وبعضها. فربنا يبارك يا رب. ربنا يكفينا شر الناس اللي تعب فينا وتقل من قيمتنا، ربنا يكفينا شرهم يا رب اللهم امين. خليكم معايا يا حبايبي، هغسل السقايه وهجيب ميه نضيفه. خلاص يا حبايبي غيرنا الميه بتاعتنا اهوت، وادي الليمونه اهي زي ما انتم شايفين حضراتكم، وبنسيب القشور موجوده في السقايه بتاعتنا. هي بقى حابه تتعامل بالادويه حاجه ترجع لها، حابه تمشي بنفس النظام معايا تمام، لانها هتتابع معايا برده، هي متابعه عندي على القناه، شخصيه محترمه جدا جدا، هتتابع معايا على القناه. والطيور اللي هي تاخدها هيبقى موجود عندي اعمار من نفس الاعمار بتاعتها، فهي لو حابه تتابع معايا وتشتغل معايا بنفس الخلطات والوصفات اللي احنا هنمشي عليها تمام. ليها طريقه تانية ربنا يبارك لها يا رب ويرزقها فيهم الخير اللهم امين. هنحط الميه عشان نعمل برده للسمان والفراخ البزراميط نفس النظام. خلاص يا حبايبي زودنا العلف ليهم اهوت، ما بنكترش العلف قدام الطيور بتاعتنا عشان ما تعملش افرازات عليه وتبوظ الدنيا. ودينا حطينا الميه لهم اهوت. هنبدا بقى دلوقتي حالا نعمل برده للسمان والفراخ البزراميط، برده هنشوفهم مع بعض دلوقتي حالا ونحط لهم برده نفس النظام. بس نقفل الباب بتاعنا كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. الطيور عندنا اللهم بارك اللهم بارك، حاجه في منتهى الجمال، حاجه في منتهى الجمال. ربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله. هيفضل معانا ال5 فراخ البزراميط الكبار، دول اللي هيبقوا فاضلين معانا هنحطهم مع الفراخ الكبيره. فربنا يبارك يا رب. اغلبيه اللي هتاخدوا بزراميط ان شاء الله يبقى فيه برقبان، فربنا يبارك لها فيهم يا رب ويملهم لها بركه. ممكن يكون 3 أو 4 برقبان
في البزراميط، والباقي هيبقى هجين ساسو مع هندي. ربنا يبارك لها يا رب ان شاء الله، ويرزقني ويرزقكم جميعا انا وانتوا امه محمد، اللهم امين يا رب. ربنا يبارك للجميع. السمان بتاعنا بقى 10 على 10 بسم الله ما شاء الله. النهارده هو دلوقتي عمر 11 يوم. السمان بتاعنا عمره 11 يوم. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله. هنغسل برده السقاح، مش هنحط لهم علف، لسه قدام منهم علف فمش هنحط لهم علف، هنسيبهم يخلصوا كميه العلف اللي موجوده قدام منهم، ونحط لهم بس رافع المناعه وفيتامين سي على الايه على الميه. وهنقوم الصبح نعلف، نحط لهم كركم على العلف عشان يبقى عاطين لهم ايه الطاقه بتاعتهم ان هم يبقوا واصلين بامان، ما يبقاش فيهم اي مشكله خالص، نبقى محفزين الطيور طالعه رايحه لاصحابها، تبقى حاجه جميله جدا جدا. يا طالبه كتكوتين برحمه، معانا كتكوتين برحمه اهمت بسم الله ما شاء الله. يا رب يطلعوا فرخه وديك يا رب، اللهم امين، يطلعوا فرخه وديك. ربنا يبارك للجميع يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان، اللهم امين يا رب، اللهم امين. ربنا يبارك ليا ولكم ان شاء الله. السمان ان شاء الله ده هيبقى للتربيه للانتاج عندنا، فربنا يبارك يا رب ويرزق كل من كان. الفراخ اللي هي الهجين الكبيره ديت دول ان شاء الله دول مش للبيع، مش عرضهم للبيع، دول هربيهم في صغير احجام الفراخ الهندي، فهي هتاخد كلهم عمر يوم مع بعض كده، يعني هم عمر 5 ايام الصغيرين هتاخدهم مع بعض. البزراميط والهند ان شاء الله عمر 5 ايام، فهي هتاخد العمر ده مع بعض. فربنا يبارك لها فيهم يا رب ان شاء الله، ويملهم لها بركه، ويرزقها منهم الخير يا رب، اللهم امين، ويجعلها فتحه خير عليها ان شاء الله. ربنا يجعلهم فتحه خير عليها وعلى امه محمد يا رب، اللهم امين يا رب، اللهم امين. هنغير بقى السقايه بتاعتنا، نغسلها كويس ونجيب ميه نضيفه، ونحط ليه السمان بتاعنا برده، والفراخ نحط لهم ميه بليمون عشان نرفع المناعه بتاعتهم زي ما قلت لكم الصبح ان شاء الله. هنحط كركم على العلف، ونعمل ايه اللازم ليهم برده عشان قبل ما يمشوا يبقى الدنيا ظابطه معاهم، نفرم بصلايه وثوم وحاجات من ده مع الكركم، ونظبط الدنيا ليهم ان شاء الله. ان شاء الله لو عملت لهم خلطه الصبح هصور معاكم قبل ايه ما يطلعوا اذا اراد ربنا وكلنا عمر. فهبدا بقى دلوقتي احط لهم الليمون في الميه عشان نرفع المناعه بتاعتهم عشان يبقوا ماشيين في امانه الله. كمثل برضو يا حبايب قلبي عصرنا الليمونه هنا في السقايات للسمان والفراخ، هنحطها لهم برضو عشان نبقى مظبطين المناعه بتاعتهم. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. كده السقايه بتاعتنا اهيت وامورنا تمام والعلف موجود. ربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويحسن ما بين ايدينا جميعا، اللهم امين. شايفين شكل الكتاكيت حلوه ازاي؟ ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك ويحسن ختامهم يا رب، اللهم امين يا رب. جينا بقى يا حبايب قلبي عند الفراخ بتاعتي الهندي والبزراميط هنا بسم الله ما شاء الله. جيت عشان اعلفهم واحط لهم الميه والعلف، لقيت بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك، لقيت مفاجأة جميلة جدا جدا. شايفين المفاجأة القمر دي؟ بسم الله ما شاء الله، رزق وفضل من عند ربنا، فضل من عند الرحمن، اللهم بارك يا رب. لقيت الفراخ بتاعتي البزراميط، محتمل تكون الفرخة المراقبان ديت او الفرخة السوداء الكبيرة، هي واحدة من الاثنين، ان انا مرجحة انها تكون هي اللي باضت البيضة الجميلة دي. فالبيضة دي انا هعلمها واحطها في الفقاسة، رغم انها صغيرة ولسه بيضة بشية، بس انا هعلمها واحطها في الفقاسة عشان اشوف الديك بتاعي ده بيخصب ولا لا. الديك ده ديك رزة، دي فيومي يا حبايبي، ديك فيومي فضي. فانا هحط البيضه ديت هعلمها واحطها في الفقاسه، لو لقيتها مخصبه يبقى الديك بتاعنا بسم الله ما شاء الله شغال، وهسيبه مع الفراخ تمام مفيش اي مشكله. ممكن تكون فرخه من الفراخ دي اللي بيضه، يعني برضو فرخه كبيره هي برضو معرفه للبيض، الله اعلم. بس انا عليه الصلاه والسلام انا هحط البيضه في الفقاسه وهعلمها زي ما قلت لكم عشان اعرف الديك بتاعي ده بيخصب ولا ما بيخصبش. فربنا يبارك يا رب. انا مبسوطه جدا جدا ان الفيديو بتاعنا ختم بحاجه جميله جدا جدا، اللهم بارك. ربنا يبارك للجميع. اول بيضه بس حجمها جميل جدا جدا، يعني انا راضيه عن الحجم بتاعها، فربنا يبارك عشان انا باكل الطيور بتاعتي بروتين كويس، في علف بيدخل في الاكل، فربنا يبارك يا رب. بس الليله دي هيحط لهم عيش لان انا مخلصه علف، وان شاء الله بكره اذا اراد ربنا بعد ما اشحن الاوردر بتاعي وانا راجعه اجيب لهم العلف ان شاء الله. فربنا يبارك للجميع ويرزق كل من كان الخير يا رب، اللهم امين. فانا هجيب لهم اكله عيش بقى الليله دي، علفه بقى احط لهم عيش الليله مفيش مشكله خالص، المهم ان هم ياكلوا وما يباتوش جعانين. فربنا يبارك يا رب. اجيب لهم ميتهم، انا الصبح حاطط لهم شطه وكركم في الميه زي ما قلت لكم ان انا بحط الشطه والكركم مره واحده في اليوم، فانا هحط دلوقتي ميه عاديه، وان شاء الله ربنا يبارك لنا جميعا يا رب. انا بحطها لهم الصبح عشان تمدهم طول اليوم، لما لحد تاني يوم الصبح يبقى الجسم بتاعهم دافيان. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله ويرزقنا ويرزقكم جميعا الخير، اللهم امين. تصبحوا على خير يا حبايب قلبي، واشوفكم دايما في خير على طول، اللهم امين. احنا وامه محمد اجمعين يا رب، والعالم العربي كله يا رب، اللهم امين. يا ريت بس ما تنسونوش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. اشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.